الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأردت تنبيه إخواني إلى أمر عظيم وشيء خطير، وهو بما يخص هذا الكتاب. فهذا الكتاب يشبه المصحف، وأنا أعلم أن جميع من رآني أحمله ظنه مصحفا، وإنما هو ليس بمصحف، فهو إنجيل. وهذه التي بين أيدينا هي آخر طبعات الإنجيل، فهي شبيهة بالمصحف إلى حد بعيد. فكما نرى هنا يبتدئ هذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، وهنا كتابة إنجيل هي شبيهة بكتابة قرآن في المصحف الكريم، وحتى بدايته هي كبداية المصحف الكريم. فهنا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وحتى إطار اسم السورة والكتابة ككتابة القرآن الكريم. فهنا يقولون: فأخذ منه الغضب ولم يرد أن يدخل فخرج إليه أبوه متوسلا، وحتى ترقيم الآيات وحواشي الأجزاء والأبواب، وحتى الإطار كإطار المصحف الكريم، فهو شبيه به إلى حد بعيد. وهنا يقولون في تعريف بهذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بعون الله تعالى تم نقل هذه النسخة الفريدة من الإنجيل عن مخطوط للإنجيل يرجع إلى القرن الثالث قبل الهجرة، وقد حفظه الله تعالى في بلاد العرب، ولله ولي التوفيق لا وفقهم الله. والفهرس هنا كفهرس القرآن الكريم، فهذا الفهرس للأبواب والأسفار، ونجد نهايته بصدق الله العظيم كنهاية المصحف. وإخوتي الكرام، كما يقول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.